الافراح في المانيا طويله جدا. الفرح بدا من الساعه 9 الصبح، 18 ساعه انت عمال بتحتفل. في فيديو النهارده هقول لك بالظبط ازاي الالمان بيتجوزوا. الفرح بتاعهم او اليوم بتاعهم بتاع الفرح من اوله لاخره بيبقى عامل ازاي. دي المنطقه اللي احنا فيها، تيجنزي، الفندق بتاعنا هنا والفرح كان هنا. وفي اخر الفيديو هتعرف ان الفرح او يوم الجواز عندهم حاجه مختلفه تماما جدا جدا عن الافراح بتاعتنا، بالذات في مصر اللي اخرها بتبقى قاعه فيها ساعتين 3 خلاص كده. اللي قدام ده جبل من جبال الألب. احنا هنا في جبال الألب علشان امبارح كنا بنحضر فرح واحد صاحبي في منطقه اسمها تيجنزي، في بحيره كبيره كده. دي المنطقه اللي احنا فيها تيجنزي، والفرح كان هنا. الافراح في المانيا طويله جدا، يعني انت تخيل ان الفرح بيقعد 12 ساعه، وللعريس والعروسه والاهل بيقعد اكتر من 12 ساعه، يعني ممكن نزود عليهم كمان 6، فبنتكلم 18 ساعه انت عمال بتحتفل فرح. وده موضوع الفيديو النهارده عن الافراح في المانيا، صح؟ اولا الفرح اللي انا كنت معزوم عليه امبارح ده مختلف سنه بسيطه، يعني متعوب عليه اكتر من الافراح في المانيا العاديه، لان صاحبي كان عامل شغل جامد جدا. يعني كان عامل ويب سايت تخش فيه ازاي تروح الفرح والفنادق وايه الاكتيفيتيز اللي تقدر تعملها هنا في المنطقه اللي فيها البحر، والمواعيد ونوع الاكل وهناكل في انهي مطعم والحاجات دي كلها. فكان في ايه يعني زي ما نقول ايه، مبالغ فيه شويه، فاهم قصدي؟ ولكن دي صوره، هسيب لكم صوره، دي البلان بتاعت الفرح. واليوم بدأ كالتالي. اليوم بيبدا الساعه 9 الصبح عندهم في الشتانس امت. الشتانس امت ده زي ما نقول ايه، مكتب الجواز، او زي ما نقول مكتب المأذون. بيروحوا الصبح الساعه 9 مع العيله فقط، وفي ناس ساعات بتاخد شويه اصحاب معاهم، مفيش اي مشكله خالص. ده كده بدايه اليوم. يلا بينا يلا. حاجه رقم 2، بعد الشتانس امت او مكتب المأذون زي ما نقول كده، الساعه 9 بيخلصوا مثلا 9:30 او 10. 10:30 بيبقى فيه كوخن انتي او كافي ان كوخن. انا قلتها الماني انجليزي اند، ماشي اوكي. كافي اند كوخن. كافي اند كوخن يعني العيله وشويه اصدقاء اللي راحوا معاهم مكتب المأذون الصبح الساعه 9، الساعه 10:30 بيتجمعوا، بيبقى فيه كافي وكوخن، اللي هو يعني من الاخر كيكه وكافي، يفطروا يعني مع بعض. طبعا بيبقى معاه شويه حاجات تانية، يعني زي ما نقول ايه، حاجات سناكس جنبها وقطع جبنه وبتاع، ولكن يعني هي اسمها كافي اند كوخن. مع ضوء الشمس الرائع دوت، بعد ما بيخلصوا الكيكه والكافيه، طبعا بيبقى الفوتوغراف والفيديوغراف موجود معاهم طول اليوم. اللي بيحصل بعد كده بيروح بقى العريس المفروض والعروسه ويعملوا فوتو شوتينج تقريبا من الساعه مثلا 11:30 لحد الساعه 2:30 3. بتكون هي بقى في الوقت ده بتلبس وكده، علشان الساعه 3 بيبدا بقى اجتماع او بيبدا تجمع بقى ايه، كل الناس، الاصدقاء والعيله وكل الناس. يا ام ادم مستني. الساعة 3 المفروض كل واحد يتجمع، لأن يعني خلاص فايته فان دي مصنع تغش زايته. لأن 3:30 بيحصل إيه بقى؟ عارفين اللي بنشوفها في الأفلام، تلاقي مثلا الإشبين أو مش عارف مين اللي بيجوزهم يقولوا مبروك واتجوزوا وبوسوا بعض. فالساعة 3:30 بيبدأ بقى الموضوع اللي هو إيه، تلاقي مثلا في كوشه كده وبيقف مثلا العريس وبيبقى قاعد مثلا على اليمين وعلى الشمال باقي الناس كده على دكك او كراسي، وفي النص في ممر فاضي، وبتيجي مثلا العروسه مع باباها او جدها تخش والعريس يستقبلها ياخدها بالحضن مش عارف ايه، وتبدا بقى واحده قاعده. يعني اللي حصل في الفرح اللي انا حضرته، تحكي مثلا ان هم اتعرفوا على بعض فين، وهو من غيرها مش عارف ايه، وعرض عليها البتاع، وفي الاول هي كانت رافضه او مش يعني، بيقعدوا يحكوا كده. في الاخر كان ممل، قعدوا بتاع ساعه وربع يحكوا. ادم فضل يصرخ واحنا قاعدين. المهم الموضوع ده بيقعد تقريبا حوالي ساعه، يقعدوا يتكلموا. تعملي ايه؟ وبعد كده دخلنا جوه علشان يبداوا بقى ايه، زي ما نقول ايه، المشاريب، يلعبوا لعبه صغيره. الكلام ده الساعه كام؟ حوالي 5:15 لحد 7:30. احنا قاعدين بره بنشرب مشاريب. شربنا مشاريب ما فيهاش كحول. عرفت على واحد مصري طلع شغال في الفندق اللي فيه الفرح، اسماعيل، احلى تحيه مني ليك، عامل معانا احلى واجب من الاخر. بيلعبوا لعبه كده صغيره، مثلا اللي هو مثلا يعملوا لعبه كويز، مثلا اسئله اللي اتقال في الساعه الممله اللي كانوا هم كلهم قاعدين فيها. مثلا صاحبي مثلا قابلها فين، بقالهم كام سنه مع بعض، لو جمعنا طولهم مع بعض او عيد ميلادهم مع بعض يطلع ناتج ايه، وحاجات كده يعني ايه، العاب لذيذه. وفضلنا نلعب ونشرب لحد الساعه 7:30، والمفروض بقى كده هيبدا بقى العشاء. العشاء بيبدأ الساعة 7:30. الدنيا نزلت أمطار
بيعانوا اللي طالعين ورايا دول، الطريق طالع لحد فوق كده. ولكن دخلنا جوه علشان الدنيا مطرت، ولكن مش بيفرق يعني سواء العشاء بره او جوه بيبدا الساعه 7:30 ل 8. العشاء طبعا يعني بيختلف من مكان لمكان. في ناس بتعمل اوبن بوفيه تفضل تاكل مثلا ساعتين ونص. الفرح اللي انا كنت فيه امبارح بتاع صاحبي كان يعني الويترز هم اللي بينزلوا الاكل، كل واحد ليه وجبات. احنا مثلا نزل لنا اكل 5 ستار يعني، طبعا مثلا قطع فراخ، مثلا صدور فراخ معموله بصوص معين معاها شويه خضره ومش عارف ايه. ده احنا وصلنا يا زين ده. المهم بقى في وسط الساعتين 3 دول اللي احنا بنتغدى فيهم مع كل هو 3 اطباق، بينزل اول سلطه تقعد مثلا نص ساعه تاكلها وبنرغي شويه. بعد السلطه مثلا نزل طبق مكرونه مع بارميزان كده معمول بطريقه بروفيشنال برضو، وبعدها بشويه نزل الطبق الرئيسي، بعد كده نزلت الديزرت او الحلويات. فطول الفتره دي مع كل اكل بينزل بتبدا بقى الناس تقول ايه الريده او السبيتش بتاعهم اللي هو التوك، يعني ان هم يتكلموا، اللي هو مثلا العريس بدا باول خطبه، لا مثلا كلمتين حلوين، هي مثلا قالت كلمه، بعد كده مثلا باباها، مامته، حد من العيله، وبعد طبعا ما كله بينتهي من الكلمات المؤثره العاطفيه. بصراحه يعني انا عجبني جدا، يعني اليوم كله عجبني. لو انا هعمله بنفسي في حاجات كتير بتتغير هغيرها مثلا، يعني مش هخلي السيرمونيا او الاحتفال اللي بيبقى الناس قاعده يمين وشمال والعروسه بتيجي وكده يطول قوي. بعد الاكل ما يخلص ب3 ساعات بيبداوا بقى يشيلوا الترابيزات، شالوها على جنب، وبتبدا بقى البارتي او الحفله. الحفله دي ممكن تقعد تقريبا، هي بدات الساعه 10:30 طبعا، يعني المشاريب شغاله 24 ساعه، تطلب اللي انت عايزه. اللي بيشرب عندهم خمره بيشرب، عايز تشرب مثلا بيره مثلا من غير كحول تشرب، عايز تشرب بقى مشاريب ساقعه، عايز تشرب ميه، عايز تشرب قهوه. انا طبعا شربت مثلا بتاع 10 كوبايات كابوتشينو واسبريسو، وبتفضل بقى تشرب وتبدا بقى البارتي حتى طول ما البارتي شغال. هم كانوا جايبين مغني بصراحه صوته روعه. بيفضل بقى البارتي شغاله من الساعه 10:30 11 بالليل لحد الساعه 4 5 الصبح تقريبا. طبعا كل قاعدين سكرانين، مفيش غير انا وكوكو بس اللي ما شربناش حاجه. احنا روحنا بدري الساعه 1 علشان ادم استحمل معانا اليوم، ولكن يعني هو نام بدري، فاحنا عارفين ان احنا لو طولنا ادم هيصحى الساعه 6 الصبح ومحتاج حد يفضل قاعد معاه عشان نلحق ننام، عشان كده مشينا الساعه 1. ولكن البارتي بتفضل شغاله للساعه 5 الصبح. 5 الصبح الناس بتحتفل وكده يبقى خلص يوم الفرح. ها ياكل وما هي فن. دي بقى فكره الفرح. فانت بتعمل حسابك مثلا لو انت معزوم على الفرح وانت مش من العيله، فانت على الاقل من الساعه 3 تتوقع ان انت لو سنجل مثلا او عادي ما عندكش اولاد او بتاع، ممكن هتقعد لحد 4 5 الصبح. كوكو الفرح بتاع اختها قعد لحد 8 الصبح. الافراح دي مكلفه جدا، يعني ممكن اتخيل ان الفرح يتكلف من 30 لحوالي مثلا 40 50 الف يورو. مكلف جدا طبعا عشان انت تحجز الوقت اللي انا بقول عليه ده كله. طبعا انت بتقدر تمشي في اي وقت انت عايزه بدايه من البارتي. طبعا لو مشيت في وسط الاكل او في وسط اللي انا لسه حكي عليه اللي قعد ساعه وربع دوت، طبعا انت كده ايه راجل مش محترم يعني ما عندكش دم. ولكن انت ممكن تمشي اول ما البارتي مثلا تبدا، تقعد نص ساعه مثلا وتمشي عادي، مفيش اي مشكله، الساعه 12 بالليل ولا حاجه. فده كان بالنسبه لي صدمه حضاريه، لان احنا عندنا الافراح الماكس بتاعها 4 ساعات. بتحجز القاعه مثلا من 8 ل 12 ومحدش بيجي 8، كله بيجي 9 ساعه ونص يا دوبك ايه يرقصوا نص ساعه، مش عارف يبقى في فقره ولا غنى مثلا نص ساعه، البوفيه مثلا ساعه، وبعد كده يرقصوا كمان نص ساعه ولا ساعه وبيمشوا. وبكده اكون فصلت لكم بالتفصيل الافراح في المانيا عامله ازاي. صح يا كوكو؟